السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل اكله مفيش حد ما بيحبهاش، بس عشان اجيبها من بره دلوقتي بقت في ظل رفع الاسعار اللي موجوده بقت مكلفه جدا. انا عملتها بطريقه سهله، ما كلفتنيش حاجه، يعني ما كلفتنيش مقادير كتير، كلها حاجات بسيطه. حتى دلوقتي بالطريقه المعتاده اللي بنشوفها على النت لما بتتعمل في البيت بتبقى مكلفه، يعني بتبقى فعلا مكلفه، يعني لان كل حاجه الخامات بقت غاليه. انا هقول لك بقى بنفس الخامات بس بطريقه بسيطه، بمقادير اقل وبطعم اخف من الطريقه المعتاده اللي احنا بنشوفها على النت. انا جبت الثلاث وراك دول كانوا عاملين 90 جنيه. طبعا الفراخ نزلت الحمد لله شويه دلوقتي، وقطعتهم على اتنين، وجبت ميه وسلقت فيها الوراك. حطيت بصلايه وشلت الريم، وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسود وحبهان، السليق العادي بتاع الفراخ بتاعنا. بعد كده بعد ما تستوي الفراخ دي هطلعها على مناديل عشان لو فيها اي ميه تنزلها. بعد كده جبت البهارات اللي عندي، انا حاطه ملح وفلفل اسود، شطه، توم بودره، بصل بودره، شويه حبهان، سماق، بابريكا. ال11 بهار بتوع الكنور دول ممتازين جدا، طعمهم حلو، ملح وفلفل اسود، ونص ليمونه، وبضايه واحده بس من غير اي تكاليف كتير، مش هنقعها في لبن رايب من بالليل للصبح. عملت ميكس البهارات دي وقسمتها اتنين، نصها على الفراخ ونصها في الطبق التاني، وحطيت عصرة ليمون زي ما انتوا شايفين. لو انتوا شايفين البهارات تقيلة شوية ممكن تخففوها بشوية لبن. بعد كده جبت دي اقل من كوباية دقيق، يعني على حسب الكمية لان الكمية مش كبيرة، وعليهم معلقة نشا دقيق. طبعا المقارنة بين الطريقة العادية اللي بتقليها في الزيت والطريقة دي، فدي اسهل ومقاديرها اقل. طبعا وحطيتها بعد كده في الدقيق، وحطيتها في مية، وبعد كده رجعتها في الدقيق تاني. بل بالعكس، لما تقليها دي هتبقى اخف. وجبت زيت مش غزير، يعني كميه زيت زي ما انتم شايفين قليله، وقليتها وكان لونها ذهبي وطعمها جميل باقل التكاليف.